والمعلومة دي يا بنات والله العظيم انا جايباها من صنايعي محل فسيخ في نبرون، من اشهر محلات الفسيخ. بصوا بقى المعلومة دي تهمك جدا جدا جدا. اولا بعد ما هتملحي السمكة كده وتحشي الخياشيم بتاعتها ملح. طبعا الملح ده مخلوط بكركم وبشطة، بس كركم مش كتير، نسبة بسيطة جدا. بتبدأي ان انت ترصي السمكة عكسي، يعني دي عكس دي، لو دي دماغها كده يبقى دي للسمكة التانية جنبها. ليه بقى؟ علشان تطلع ملحها مظبوط وتطلع زي الزبدة كده، يعني بمعنى اصح. طيب لما تيجي بقى تخلصي وتقفلي الاكياس بتاعتك، بلاش تلفيها بستريتش ريب وبلزق وبكده، لا، اديها فرصة كده ان هي تاخد وتدي مع نفسها، لان السمكة تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم بتورم وحجمها بيزيد، فعايزة حيز تاخد راحتها فيه، يعني كده زي ما بيقولوا. لكن لو انت حبشتي عليها قوي، طب لما تيجي جسمها يزيد انت هي هتروح فين؟ فهتلاقي اللحمة بتاعتها من جوه ناشفة. وتاني حاجة ممكن تلاقي لحمتها ممررة شوية، ده من المرارة لانك انت كاتمة السمكة. فاديها حيز كده في الكيس. المهم ان انت تقفلي الكيس بس كويس، لكن تديها يعني مكان تاخد وتدي فيه بس. وان شاء الله هنفتح عليه بعد 5 ايام باذن الله، وهنحط له الشرشة مع بعض، وهكمل الفيديو معاكم ان شاء الله، فيديو كامل من البداية لحد ما هفتحه معاكم.